شو هي الاختصاصات المهددة وغير المهددة بالذكاء الاصطناعي؟ 40 مهنة مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي. هيدا يلي كشفته دراسة حديثة أجراها باحثين بشركة مايكروسوفت. المترجمون الفوريون، المؤرخون، الكتاب، علماء السياسة والصحفيون هن من أكثر المهن تأثراً سلباً، فأي مهنة بتعتمد على توفير المعلومات أو الكتابة أو التعليم بيقدر الذكاء الاصطناعي أداءها بسهولة. الوظائف يلي بتتطلب تواصل مباشر بين الأفراد مهددة كمان، ومنها مضيفات الجويات، ممثلون مبيعات أو السيلز، وموظفو خدمة العملاء. وفي كتير مهن من غير المرجح أنه تتأثر، وهي يلي بتتطلب جهد جسدي كبير أو استخدام المعدات، مثل مهندسين السفن، مهندسين الإسمنت، وعمال معالجة المي. العاملين بالمجال الطبي بيتمتعوا بقدر من الأمان لأنه المهنة بتتطلب لمسة إنسانية وحكمة، وهيدا من المستحيل على الذكاء الاصطناعي توفيره. فهل مجال عملك من ضمن الاختصاصات المهددة؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.